ملف قضية اليوم من المملكة المغربية. حفروا قبر بالغلط حتى يدفنوا حدا جديد، بس اللي لاقوه جواته رجع تحقيق عمره 17 سنة. أنا محمد عقيل وما بحكي قصص قبل النوم، بحكي قصص ناس ناموا وما فاقوا. اسمي مو ضروري تتذكره، بس القصة ما لازم تنساها. مدينة آس في سنة 2023 عيلة كانت بتجهز لدفن ستهم المتوفات حديثا. طلبوا من حارس المقبرة إنه يجهز القبر الجديد، بس بالغلط حفر نفس القبر اللي اندفن فيه شخص من 17 سنة. هو ما انتبه لأنه اللوحة المعدنية كانت باهتة، بس أول ما بلش الحفر شاف كيس أسود كبير تحت التراب مو مغطى بطريقة دفن شرعية. هون استدعوا الشرطة، فتحوا الكيس واللي جواته جثة مربوطة بحبال فيها كدمات واضحة ولسه فيها بقايا ملابس عليها شعار مدرسة. التحقيقات بدأت فورا، والتحليل الجنائي أكد إنه الجثة لفتى عمره بين ال 15 وال 17 سنة توفى نتيجة الضرب والخنق. وبمطابقة بيانات المفقودين لاقوا تشابه مع حالة اختفاء من سنة 2006 لطالب اسمه ياسين بوعزاوي، اختفى بعد ما راح على دروس تقوية وما رجع. وقتها أغلق الملف على إنه هروب قاصد، بس اليوم اتبين إنه ما كان هروب، كان جريمة قتل وتكفين غير قانوني. الشرطة راجعت سجلات الموظفين بالمدرسة واعتقلوا أستاذ سابق كان متورط باعتداءات سابقة واختفى بعدها من المدينة، لكن بعام 2023 رجع وسكن بنفس الحي وهو واقع. الجريمة بقت تحت الأرض 17 سنة، لكن غلطة حارس قبر رجعت الحي على الحياة. وكالعادة إذا عجبتك الحلقة لا تنساني من اللايك والتعليق والمشاركة. سلام صديقي.